يقولون إن الأيام ما هي إلا مدرسة، بس الشاطر اللي يعرف يقرأ دروسها بين السطور. والله يا عيالي مرينا بظروف وشفنا أجيال وتغيرت ملامح الشوارع، لكن السنع والطيب يبقى هو ما يغيره وقت. تدرون، أحياناً الواحد يحتاج بس يوقف شوي، ياخذ نفس عميق ويتأمل وين كان وين صار. الدنيا تمشي بسرعة، بس قلوبنا محتاجة هدوء، محتاجة لقمة هنية وكلمة طيبة وجمعة أهل ما تعوضها كنوز الأرض. اسمي سلمان، شاب في العشرينات من عمري، ومن يوم وأنا صغير وأنا مهووس بالرياضة وبناء الأجسام. الحديد بالنسبة لي مو مجرد نادي، هذا عالمي، هذا المكان الوحيد اللي أحس فيه إني حي وقوي ومهم. كنت أشتغل في نادي رياضي، أدرب الشباب، أساعدهم يغيرون حياتهم وأعيش حلمي يوم بيوم. لكن للأسف هذا الشغف كان سبب أكبر خلاف بيني وبين الوالد، الله يهديه. أبوي كان يشوف شغلي ومضيعة وقت، ويقول لي دايم: يا ولدي هذا ما يوكل عيش، وين الوظيفة اللي ترفع الراس؟ وين الاستقرار؟ كنت أحاول أفهمه إن الدخل بسيط بس يكفيني، وإن المحافظة على جسمي ونظامي الغذائي تتطلب مصاريف، لكنه ما كان مقتنع أبداً. كل جلسة عشاء تتحول لنقاش، وكل نقاش ينتهي بصراخ وهواش. كنت أتجنب الجلوس معه، مو كرهاً فيه، لكن خوفاً من الشرارة اللي تشعل النار من جديد. وهو من جهته كان يشوفني عالة في البيت، إلى أن جاء اليوم اللي غير حياتي للأبد. رجعت البيت متأخر شوي، وكنت حاس أن الجو مو طبيعي. أول ما دخلت شفت أبوي جالس وملامحه غير، الشرر يطلع من عيونه. قال بصوت عالي: خلاص يا سلمان، نفت صبري، اطلع برا بيتي ولا عاد أشوف وجهك إلا وإنت رجال تعتمد على نفسك. أمي حاولت تدخل، تبكي تتوسل: وين يروح الولد؟ الليل طويل والشارع ما يرحم. لكن أبوي كان مسكر أذانيه وقلبه: ما لي شغل، اليوم يطلع. وفعلاً فتح الباب وسحبني لبرا وسكره في وجهي. وقفت في الشارع وأنا مصدوم، مو مستوعب اللي صار. هذا البيت اللي تربيت فيه، اللي ضحكت فيه، بكيت فيه، كبرت فيه، فجأة صار مغلق بوجهي. اتصلت على أمي وأنا مخنوق: يا أمي، وين أروح؟ عمري ما نمت برا البيت. كانت تبكي بصوت يقطع القلب وقالت لي: يا ولدي قلبي معاك، لكن أبوك حالف، ما بيدي حيلة. بعد محاولات طويلة قالت لي: روح لعمتك حليمة، هي تحبك وتعتبرك مثل ولدها. عمتي حليمة كانت امرأة طيبة، أرملة، ساكنة لحالها، ودايم واقفة معنا. ما كان عندي خيار غيرها. ركبت تاكسي وأنا شايل هم الدنيا فوق راسي. كيف بتستقبلني؟ كيف بقولها إني مطرود؟ وصلت عند باب شقتها منتصف الليل، يدي ترتجف قبل ما أضغط الجرس. وبعد لحظات طويلة فتح الباب. أول ما شافتني قالت: سلمان، إيش جابك بهالوقت؟ عسى ما شر. انهارت دموعي وقلت: عمتي، أبوي طردني. انصدمت وسحبتني للداخل بسرعة: حياك الله يا ولدي، البيت بيتك. جهزت لي مكان أنام فيه وسوت لي أكل، وجلست تسمعني وأنا أفضفض بكل اللي في قلبي. كانت تحتوي ألمي، تهدي خوفي، وتطبطب على راسي كأنها أمي. وفي تلك الليلة كنت أعتقد إني لقيت الأمان، لكن الأمان أحياناً يكون بوابة لأكبر اختبار في حياة الإنسان. الأيام اللي تلت الليلة الأولى في بيت عمتي حليمة كانت غريبة، متناقضة، ومشحولة بمشاعر ما كنت أعرف كيف أتعامل معها. كنت أمشي في البيت كأني مو بمكاني، أحس بثقل الذنب على صدري، وأحاول أقنع نفسي إن اللي صار كان لحظة ضعف وراح تنتهي عندها. لكن الواقع كان غير. عمتي صارت تتعامل معي بلطف زائد، اهتمام مبالغ فيه، وكأنها تحاول تعوضني عن شيء، أو يمكن تعوض نفسها عن وحدة عاشت فيها سنين. كنت أحاول أتجنب الجلسات الطويلة معها، أهرب لغرفتي، أطلع للنادي، أرجع متأخر. لكن الغريب إنها صارت تنتظرني، تسأل عني، تطمن، وكأن بيننا رابط غير معلن، رابط ما ينقال لكنه محسوس في كل نظرة وكل كلمة. كنت أعيش صراع داخلي مرعب، جزء مني يقول: اهرب، هذا حرام، هذا غلط، هذه عمتك.
وجزء ثاني ضعيف، مجروح، محتاج حنان. يقول هي الوحيدة اللي وقفت معاك، هي الوحيدة اللي فتحت لك بابها لما كله سكر بوجهك. وكنت كل يوم أستيقظ وأنا أحاول أكون أقوى من أمس، لكن كل يوم أكتشف إني أضعف. بدأت ألاحظ أن عمتي ما صارت تبكي أو تصرخ زي أول يوم، بالعكس صارت هادية. أحياناً تبتسم لي ابتسامة غريبة، ابتسامة تحمل ندم وتحمل شيء ثاني ما كنت أفهمه. وفي الليل لما يهدى البيت ويعم الصمت كنت أحس بوجودها حتى لو ما كانت قريبة مني. أحس إن في توتر في الجو، كهرباء صامتة. وكل مرة أقول لنفسي لا، ما رح يصير شيء، لكن الأيام كانت تثبت لي العكس. كنا نجلس نتكلم عن الماضي، عن زوجها اللي توفى، عن وحدتها، عن خوفها من المستقبل، عن إحساسها إنها ما عاشت حياتها مثل باقي النساء. وأنا كنت أتكلم عن أبوي، عن القهر، عن الإحساس بالرفض، عن إحساسي إني مو كفاية. وكل واحد فينا كان يشوف في الثاني مرآة لجرحه الخاص. مع مرور الوقت صرت أحس إن البيت ما عاد مجرد ملجأ مؤقت، صار عالم كامل مغلق علينا، بعيد عن أعين الناس، عن كلام المجتمع، عن القيم اللي كنا نعرفها. وكأننا نعيش في فقاعة، وكل يوم نبتعد أكثر عن الواقع وأقرب لشيء ما له اسم واضح. كنت أقول لنفسي أنا بس جالس هنا لين ألقى حل، لين أبوي يهدى، لين ألقى شغل أفضل. لكن الحقيقة إني كنت أهرب من المواجهة، من الرجوع، من الاعتراف. وعمتي كانت تشجع هالهروب بدون ما تقولها صراحة. كانت تقول لي ارتاح، لا تفكر، خلي الأمور تمشي، وكأنها تحاول تثبتني في مكانها. يقولون إن الأيام ما هي إلا مدرسة، بس الشاطر اللي يعرف يقرأ دروسها بين السطور. والله يا عيالي مرينا بظروف وشفنا أجيال وتغيرت ملامح الشوارع، لكن السنع والطيب يبقى هو ما يغيره وقت. تدرون أحياناً الواحد يحتاج بس يوقف شوي، ياخذ نفس عميق ويتأمل وين كان ووين صار. الدنيا تمشي بسرعة، بس قلوبنا محتاجة هدوء، محتاجة لقمة هنية وكلمة طيبة وجمعة أهل ما تعوضها كنوز الأرض. وفي إحدى الليالي وأنا جالس في الصالة، كنت تعبان مرهق نفسياً أكثر من جسدياً. دخلت عمتي وجلست مقابلي، نظرت لي بنظرة مختلفة، نظرة فيها حزن وفيها شيء من التحدي، وقالت بصوت منخفض: سلمان، أنت تدري إن اللي صار بيننا غلط، صح؟ هزيت راسي وأنا أحس بغصة في حلقي. قالت: بس أحياناً الإنسان يكون ضعيف، والضعف هذا يوديه لأماكن ما كان يتوقعها. ما قدرت أرد لأنها كانت تتكلم عني وعنها بنفس الوقت. قالت بعدها: أنا ما أبغى أكون سبب في خراب حياتك، ولا أبغى أكون سبب في قطيعة بينك وبين أهلك. كلامها كان مؤلم لأنه صحيح، ولأنه يلامس شيء في داخلي، شيء كنت أحاول أهرب منه. لكنها فجأة غيرت نبرة صوتها وقالت: لكن بنفس الوقت أنا تعبت من الوحدة، تعبت من الإحساس إني منسية وكأن وجودي ما له قيمة عند أحد. في هاللحظة هذه حسيت إننا مو عم وابن عم، حسيت إننا شخصين مكسورين ضايعين، وكل واحد يحاول يتشبث بالثاني عشان ما يغرق أكثر. وبدون ما نشعر رجعنا لنفس الدائرة، دائرة الصمت، النظرات، القرب غير المبرر، وكأننا نعيد نفس الخطأ بإرادتنا مع أننا نعرف نهايته. وكل مرة أقول آخر مرة، وكل مرة أضعف وأستسلم وأقنع نفسي بحجج واهية إني ما طلبت هذا، هي اللي محتاجة، أنا مجرد إنسان. لكن الحقيقة كانت أوضح من كل الأعذار، إني كنت أختار الطريق الخطأ وأنا واعي بذلك. مرت الأسابيع وتحولت الأيام إلى روتين مشوه، نعيش حياتين في وقت واحد، حياة قدام الناس وحياة داخل الجدران. وأنا كل يوم أحس إني أفقد جزء من نفسي، جزء من قيمي، جزء من خوفي من الله. وعمتي كانت تتغير هي الأخرى، صارت أكثر تملكاً، أكثر حساسية، تغير علي من أي شيء، حتى من مكالمات أمي، حتى من خروجي الطويل للنادي. وكانت تقول لي: أنت لي وأنا لك، وكأننا نوقع عقد غير معلن،
عقد مبني على الخطأ، على الذنب، على الهروب، وكنت أحس بالاختناق، لكن بنفس الوقت ما كنت أملك الجراءة أخرج. وفي يوم من الأيام اتصل أبوي على عمتي، كنت في الغرفة وسمعت صوتها وهي ترد. نبرة صوتها كانت مختلفة، رسمية، متوترة، وبعد ما سكرت دخلت علي وقالت: أبوك يسأل عنك. قلبي دق بقوة. سألتها: وش قلتي له؟ قلت له إنك بخير وإنك مرتاح عندي. سكت شوي وبعدين أضافت: وقال لي إن قلبه لان وإنه مستعد يرجعك البيت. في هاللحظة هذه توقعت منها تفرح، توقعت تقول لي هذه فرصتك، لكن اللي صار كان العكس. تغير وجهها وشدت على يدها وقالت بصوت فيه حزم غريب: وأنا قلت له إنك ما راح ترجع الحين وإنك محتاج تبقى معي. حسيت بشيء ينكسر داخلي. قلت لها: ليش؟ هذا أبوي، هذا بيتي. ردت بسرعة: أنا وش؟ كانت نبرتها مليئة بالخوف، بالخسارة، وكأنها تشوف في رجوعي نهاية لعالمها الخاص. بعد المكالمة صارت عصبية، متوترة، وكأنها تحارب شيء داخلها. قالت لي: سلمان، أنت ما تقدر تتركني، أنا محتاجتك. وجودك معي مو مجرد وجود، أنت سندي، وأنت الشيء الوحيد اللي حسسني أني ما زلت مرغوبة، ما زلت إنسانة. كلامها كان يضغط على قلبي، كان يحطني في موقف مستحيل بين أمي وأبوي، وبين امرأة مكسورة تعلقت بي بشكل مرضي، وبين ديني وبين ضعفي. وكنت عاجز عن اتخاذ قرار، عاجز عن أن أكون رجل في اللحظة اللي كان لازم أكون فيها رجل. رجوعي للبيت صار موضوعاً مؤجلاً، وكل تأجيل كان يعمق الغلط ويقوي الرابط المسموم اللي بيني وبين عمتي. وبدأت أشعر إني محاصر، كل باب أحاول أفتحه ينغلق في وجهي، وكل طريق أختاره يقودني لمكان أظلم من اللي قبله. وبدأت ألاحظ تغير في نظراتها لي، صارت نظرات امتلاك، تحكم، وكأنها تخاف أفلت منها في أي لحظة. وأنا بدوري كنت أعيش حالة صراع نفسي بين تعلق غريب وبين رغبة بالهروب، بين الشعور بالذنب وبين الإحساس المؤقت بالاحتواء. وفي إحدى الليالي سمعت صوت بكائها في غرفتها. كنت متردد أروح لها، لكن قلبي دفعني. دخلت عليها ولقيتها جالسة على السرير، وجهها شاحب وعيونها مليئة بالدموع. قالت لي: سلمان، أنا خايفة أرجع وحدي، خايفة أرجع امرأة منسية مرة ثانية. جلست قدامها وما قدرت أقول شيء، لأن الحقيقة إني أنا أيضاً كنت خايف أرجع بيت أبوي مكسور، خايف أرجع لمواجهة المشاكل، خايف أرجع إنسان ما عنده شيء سوى جسمه ناديه. وفي لحظة ضعف أخرى رجعنا لنفس النقطة، نفس الغلط، نفس السقوط، وكأننا نكرر الجريمة بحق أنفسنا وبحق كل شيء تعلمناه. ومع مرور الوقت بدأت أفقد السيطرة على نفسي، صرت عصبي، متوتر، أتحسس من أي كلمة، أي تصرف، وصرت أحس إني مو سلمان اللي كان يحلم بحياة مستقلة، مو سلمان اللي كان يؤمن بالرياضة والانضباط والالتزام. صرت شخص آخر، شخص ضايع، شخص يعيش في منطقة رمادية بين الحرام والحلال، بين الصح والغلط، بين الحب والتعلق المرضي. وكنت أكره نفسي كل مرة أطلع من الغرفة وأنا عارف إني خنت مبادئي مرة ثانية. وفي نفس الوقت بدأت عمتي تتغير، صارت أكثر تقلبات، مرة حنونة، مرة قاسية، مرة تتعلق بي ومرة تدفعني بعيد، وكأنها تعيش صراع داخلي مشابه. لكن الفرق إنها كانت تحاول تبرر لنفسها أكثر، كانت تقول: الله غفور رحيم، إحنا ما قصدنا الشر، إحنا ضحايا ظروف. بينما أنا كنت أحس بثقل الذنب أكبر من أي تبرير، وكنت أحس إني أعيش حياة مو حياتي، كأني ممثل في قصة ما اخترتها لكني وافقت ألعب دورها. وفي ذات يوم وأنا خارج من النادي قابلت صديقي قديم كان يعرفني قبل كل اللي صار. شافني وقال: سلمان، وش فيك؟ تغيرت، مو أنت. كلمته كانت مثل الصفعة على وجهي، لأنها لامست الحقيقة اللي كنت أهرب منها. ابتسمت ابتسامة باهتة وقلت: الدنيا تغير الواحد. لكنه قال: لا، أنت مو بس متغير، أنت ضايع.
وكلمتها الأخيرة علقت في راسي طول الطريق للبيت، طول الليل، طول الأيام اللي بعدها. وكنت كل مرة أشوف نفسي في المرآة وأسأل أنا فعلاً ضايع؟ والجواب كان دائماً نعم. في تلك الفترة كنت أشعر إن النهاية تقترب، لكني ما كنت أعرف كيف ولا متى ولا بأي شكل. كنت أحس إن كل شيء هش، أي شرارة ممكن تشعل نار كبيرة، أي كلمة ممكن تهدم هذا العالم الوهمي اللي بنيناه. وكنت أحس إن العلاقة اللي بيني وبين عمتي ما لها مستقبل، لا دنيا ولا آخرة، لكنها كانت مستمرة فقط لأنها مبنية على الضعف، على الخوف، على الوحدة، على الجروح المفتوحة. وفي إحدى الليالي وأنا جالس لوحدي في الصالة أتأمل السقف، أتساءل عن حياتي، عن اختياراتي، عن كل خطوة مشيتها من يوم طردني أبوي إلى الآن، دخلت عمتي وجلست بهدوء وقالت لي: سلمان، لازم نتكلم. نبرة صوتها كانت مختلفة، جادة، خالية من العاطفة المعتادة. حسيت بشيء ثقيل في صدري، وكأن قلبي يعرف إن اللي جاي أصعب من كل اللي فات. نظرت لي وقالت: أنا تعبت من هذا الوضع، ما نقدر نكمل كذا للأبد. في هاللحظة هذه حسيت إن الأرض تهتز تحت قدمي، وكأن النهاية اللي كنت أحس فيها صارت أقرب مما توقعت، لكني ما كنت أعرف إن اللي جاي بعدها راح يكون أقسى وأظلم وأخطن من أي شيء عشته قبل. يقولون إن الأيام ما هي إلا مدرسة، بس الشاطر اللي يعرف يقرأ دروسها بين السطور. والله يا عيالي، مرينا بظروف وشفنا أجيال، وتغيرت ملامح الشوارع، لكن السنع والطيب يبقى هو ما يغيره وقت. تدرون، أحياناً الواحد يحتاج بس يوقف شوي، ياخذ نفس عميق ويتأمل وين كان ووين صار. الدنيا تمشي بسرعة، بس قلوبنا محتاجة هدوء، محتاجة لقمة هنية وكلمة طيبة وجمعة أهل ما تعوضها كنوز الأرض. جلست قدام عمتي وأنا أحس إن صدري يضيق، كأن في حجر جالس فوق قلبي. نظراتها كانت مختلفة عن كل مرة، ما فيها ضعف ولا تحنن ولا حتى ارتباك. كانت نظرة مرأة وصلت لنهاية صبرها، أو يمكن لنهاية مرحلة في حياتها. قالت لي بهدوء غريب: سلمان، اللي بيننا لازم يوقف، خلاص. الكلمة نزلت علي كأنها صاعقة، مع أني كنت حاس إنها جاية، لكن لما سمعتها فعلياً حسيت إن شيء انكسر في داخلي، شيء ما قدرت أرجعه. سألتها بصوت مخنوق: ليش فجأة كذا؟ ردت ببرود: مو فجأة، أنا من زمان أفكر، بس كنت أهرب، واليوم قررت أواجه. حاولت أتكلم، أشرح، أبرر، أستعطف. قلت لها: أنا ما عندي غيرك، أنت اللي وقفتي معي لما الكل تخلى عني، أنت اللي احتويتيني. لكنها قاطعتني وقالت: وهذا بالضبط اللي كان غلط. هالاحتواء تحول لشيء ثاني، شيء حرام، شيء يدمرنا بدل ما يبنينا. كلامها كان صحيح، لكن سماعه منها كان مؤلم، لأن جزء مني كان ما يزال متعلق، متشبث، خايف من الفقد مرة ثانية. قالت لي بعدها: أنا أبي أتوب، أبي أبدأ صفحة جديدة، أبي أعيش بالحلال مو بالحرام. كنت أسمع كلامها وأحس كأنها تتكلم عن عالم ما أقدر أدخله، عالم نظيف، وأنا عالق في عالم مظلم، عالم بنيته باختياراتي. قلت لها: يعني تبيني أطلع أرجع الشارع مرة ثانية؟ نظرت لي وقالت: أبوك مستعد يرجعك، أمك تبكي عليك، وأنا ما أقدر أكون سبب في قطيعتك لهم أكثر من كذا. سكت، لأن في داخلي كنت أعرف إنها على حق، لكن في نفس الوقت كنت أحس إنها تخلت عني، تركتني بعد ما تعلقت بها، بعد ما فتحت لي بابها وقلبها، وبعد ما بنيت معها عالماً وهمياً كنت أعتقد إنه ملجئي الأخير. قلت لها بصوت مرتجف: وأنا وش وضعي؟ وش مصيري؟ ردت: مصيرك بيدك يا سلمان، مو بيدي. من ذاك اليوم تغير كل شيء في داخلي، صرت عصبي، صامت، متوتر، أعيش في حالة غليان دائم.
كل حركة منها تفسرها نفسي على إنها استفزاز، كل خروج لها أحس فيه طعنة، كل ابتسامة لها أحس فيها خيانة، رغم إني أعرف إن العلاقة نفسها كانت خيانة من البداية. لكن الشيطان كان يزين لي أفكاري، يحرضني، يقول لي هي استغلتك، هي لعبت عليك، هي رمتك لما شافت بديل. وكنت أصدق هذا الصوت أكثر مما أصدق صوت العقل أو الدين أو الضمير. حاولت أتجاهل الموضوع، حاولت أركز على النادي، على التمرين، على جسمي، على أي شيء يبعدني عن التفكير فيها. لكن كل ما أتعب جسدي زادت تعبي النفسي، وكل ما أرهق نفسي في التمرين زادت نار الغضب في صدري، وبدأت أفقد السيطرة على مشاعري. صرت أرفع صوتي عليها في أبسط الأمور، أجادلها على أشياء تافهة، وأحياناً أقول كلام أندم عليه بعدين. لكنها كانت تواجهني ببرود، كأنها ما عاد يهمها، كأنها أقفلت قلبها علي تماماً. يقولون أن الأيام ما هي إلا مدرسة، بس الشاطر اللي يعرف يقرأ دروسها بين السطور. والله يا عيالي مرينا بظروف وشفنا أجيال وتغيرت ملامح الشوارع، لكن السنع والطيب يبقى هو ما يغير وقت. تدرون، أحياناً الواحد يحتاج بس يوقف شوي، ياخذ نفس عميق ويتأمل وين كان وين صار. الدنيا تمشي بسرعة، بس قلوبنا محتاجة هدوء، محتاجة لقمة هنية وكلمة طيبة وجمعة أهل ما تعوضها كنوز الأرض. في أحد الأيام رجعت من النادي وجدت شنطتي قدام باب غرفتي، وقفت مذهول. دخلت عليها بسرعة وقلت: وش هذا؟ ردت بهدوء قاتل، قالت: جهز نفسك، لازم تطلع. حسيت كأن الهواء انقطع حولي. قلت: أطلع؟ ليش؟ قالت: لأن الوضع هذا ما عاد ينفع، ولا أقدر أعيش حياتي الجديدة وإنت موجود هنا. قلت لها: وأروح وين؟ قالت: ترجع لأهلك، هذا بيتهم قبل ما يكون بيتي، وأنا ما راح أكون سبب في استمرار غلطنا. في تلك اللحظة انفجرت كل مشاعري دفعة وحدة. قلت لها بصوت عالي: بعد كل اللي صار ترميني كذا؟ قالت: أنا ما رميتك، أنا أعطيك فرصة ترجع للطريق الصح. قلت: أي طريق صح؟ أنت اللي فتحتي لي هذا الطريق الغلط. صرخت وقالت: وأنت اللي مشيت فيه معي، لا تحطني وحدي في الغلط. كنا نصرخ ونتجادل وننبش الماضي ونرمي التهم، وكأننا نغرق أكثر في الوحل بدال ما نطلع منه. وفي النهاية قالت لي بجملة قاطعة: أطلع يا سلمان، خلاص. خرجت من البيت وأنا أشعر أني مطرود مرة ثانية، لكن هالمرة مو من أبوي، بل من امرأة كنت أعتقد أنها ملجأي الأخير. وكنت أشعر بمرارة مضاعفة، لأن الطرد هالمرة كان مصحوب بخيانة في نظري، وبشعور عميق بالإهانة، وبإحساس أني استبدلت، وأن كل ما كنت أظنه علاقة كان مجرد وهم. خرجت وأنا أحمل شنطتي، وقلبي مليان حقد، وصدري مليان نار، وعقلي مليان أفكار سودة. وكنت أحس إن الشيطان يمشي بجنبي يهمس لي: لا تتركها تمر كذا، لا تخليها تعيش سعيدة بعد اللي سوته فيك. رجعت لأهلي مكسور، مهزوم، ما عندي طاقة أواجه أحد. أبوي حاول يكلمني، أمي حاولت تحتويني، لكني كنت غارق في عالم الداخلي، عالم الغضب والغيرة والانتقام. وكل يوم كنت أراقب عمتي من بعيد، أراقب بيتها، أراقب خروجها ودخولها، وأراقب الرجل اللي صار يزور بيتها. وكنت أحس إني أنحرق من الداخل، وأحس إن جرامتي تداس أمام عيني. وبدال ما أبحث عن التوبة أو الخلاص أو العودة للطريق الصح، كنت أبحث عن شيء آخر، شيء مظلم، شيء ينهي هذا الألم بطريقة واحدة فقط. وفي إحدى الليالي وأنا قاعد لوحدي في غرفتي، البيت ساكت والكل نايم، وأنا أفكر بكل اللي صار من أول يوم طردني أبوي إلى آخر مرة طردتني عمتي. حسيت إني ضيعت كل شيء، أهلي، مستقبلي، سمعتي، ديني، نفسي، وكل هذا بسبب لحظة ضعف، بسبب طريق دخلته وما قدرت أطلع منه إلا وأنا مكسور. في تلك اللحظة الشيطان لعب لعبته الأخيرة، وزين لي فكرة الانتقام على إنها راحة، وعلى إنها عدل، وعلى إنها الطريقة الوحيدة اللي تطفي النار اللي داخلي.
قمت بهدوء وفتحت الدرج وشفت السلاح اللي كنت محتفظ فيه من أيام قديمة. مسكته بيدي، حسيت ببرودة الحديد لكن قلبي كان يحترق. لبست ثوبي وخرجت من البيت بدون ما أحد يحس، والليل كان ساكت كأنه يتفرج علي. الطريق كان فاضي والسيارة تمشي وأنا ما أحس بالطريق ولا بالمسافة. كل اللي في بالي صورة واحدة، عمتي وبيتها والرجل اللي استبدلني. وصلت عند باب بيتها وقفت لحظة، ترددت، حسيت بشي داخلي يقول لي وقف، ارجع، هذا طريق ما له رجعة. لكن صوت ثاني كان أعلى وأقسى يقول لا ترجع، خلص اللي بديته. رفعت يدي ودقيت الجرس وانتظرت. ثواني كانت أطول من سنين. فتح الباب وكانت هي. أول ما شافتني تغير وجهها، قالت سلمان وش تبي في هالوقت؟ ما رديت. دخلت بدون إذن. قالت اطلع برا، مالك مكان هنا. قلت لها بصوت منخفض لكنه مليان سم لأنك لقيتي بديل. حاولت تقفل الباب، حاولت تبعدني، لكني كنت في حالة ما عاد فيها عقل. رفعت السلاح وهي شهقت، قالت استغفر الله، وش تسوي؟ أنت مجنون؟ قلت إيه مجنون باللي سويتوه فيني. حاولت تهديني، قالت سلمان ترى اللي صار غلط، بس القتل أكبر غلط، لا تضيع حياتك. كلامها دخل إذني وطلع من الثانية لأني كنت غارق في ظلام نفسي. وطلقت الرصاصة وصوتها اخترق الليل، وشفتها تسقط قدامي والدم ينتشر. وفي تلك اللحظة كل شيء وقف، قلبي وقف، عقلي وقف، الزمن وقف. ما حسيت بخوف، ما حسيت بهروب، حسيت فراغ مرعب، كأن النار اللي كانت داخلي انطفت فجأة وتركت مكانها ظلام أبرد من الموت نفسه. جلست جنبها وأنا أرتجف، أناظرها وهي بلا حراك. وأول مرة في حياتي حسيت بثقل الذنب الحقيقي، مو ذنب علاقة محرمة ولا ذنب عقوق والدين، بل ذنب دم، ذنب ما يغتفر بسهولة. ما هربت، ما حاولت أبرئ، انتظرت الشرطة، ولما وصلوا سلمت نفسي واعترفت بكل شيء من أول كلمة إلى آخر رصاصة. واليوم أنا أكتب قصتي من داخل السجن، أنتظر حكمي، ويمكن يكون الإعدام ويمكن يكون سجن مؤبد، لكن في الحالتين حياتي انتهت من زمان. انتهت يوم دخلت طريق الحرام، ويوم تركت الغضب يقودني بدل العقل والدين. قصتي مو فخر ولا بطولة، بل عبرة سودة لكل شاب يظن أن الفراغ أو الظلم أو القهر يبرر الخطأ، لأن النهاية دائما وحدة، خسارة الدنيا وخسارة الآخرة.